أستاذ يوسف، نجي على لحظة الاعتزال. هذه اللحظة اللي اكتشف فيها يوسف محمد شيء جديد في حياته، تغير فكريا وثقافيا وابتعد عن الأغاني. أبغى أعرف وش الموقف اللي صار تحديدا اللي خلاك تعتزل الفن؟ كنت مرة أغني في حفلة، والحفلة فيها ناس شاربين خمر، وفي ناس يرقصون، وفي ناس يعزفون. ناداني واحد من جماعتنا كان موجود في الحفلة، تقريبا هذه اللي تركت في نفسي شوي. قال لي: تعال يا ابني. قلت له: نعم. شافني أغني، قال لي: أنا أعرف والدك كان يعني بذل كل أمواله تقريبا في كم حج. ذهب إلى الديار المقدسة وأدى مناسك الحج، ورجل متدين كان يصلي ما يطوف صلاة في المسجد، ونجالس بين هالشلة هذه أغاني وما أغاني وما شاء، مو لايق عليك. هذه خجلتني شوي، وصرت فعلا قاعد أراجع نفسي إني لمتى راح أغني. يعني كنت وضعت صورة في خيالي، صرت أطالع نفسي أنا الحين أقرب من سن 30 سنة تقريبا، يعني في أواخر العشرينات. قلت لمتى راح أغني؟ كنت أصور نفسي، أشوف نفسي بهالمنظر إني شيبت، بعد راح أغني. لمتى؟ ليش ما أتجه إلى كلام الله سبحانه وتعالى بدال هالأشعار اللي أنا حافظها؟ أنا بين تقول إني مش نادم على حفظ الأشعار أعطتني حسن التعبير وعرفتني بالناس، وقلت خلني أكتفي، أضع فاصل لحياتي، معيشتي اللي أنا ماشي فيها. فرحت أبتعد عن الناس وأدور لي أماكن معزولة وأصلي في المساجد على أساس أحد ما يعرفني من هذا، وكنت أخجل شوي. قليل فقعدت ألتزم بالصلاة بالمسجد، الفروض خمس الفرائض كنت أديها بالمسجد: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وكنت توني متوظف في شركة نفطية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وكان فيها حزم شوي وشدة. فكنت أسأل نفسي، أقول أنا لما أروح الدوام أنا خايف من المسؤول. طيب الله سبحانه وتعالى أبدأ أنك تخشاه وتلتزم في الصلوات اللي فرضها الله عليك أكثر مما أنك تلتزم في الدوام وخوفك من المسؤول. فهنا كان عندي صديق بعد متدين اسمه عيسى الأنصاري، الله يذكره بالخير، شجعني على الالتزام في الدين. الحجاب زرع فيني بذرة التدين، يعني زرعها في نفسي. في أخ عزيز بعد، رجل اجتماعي ومثل أخوي اللي أكبر مني، سالم عوض أبو القلوب أبو نايف، اشتغلت معاه مدة طويلة، وكان رجل في دين وفي قصيد رأيت منه أن بجانب القصيد كان رجل ما كان يطوف صلاة، وكان يقص عليه قصة إبراهيم عليه السلام، النبي إبراهيم عليه السلام، أنه كيف ألقي في النار والله حفظه من عذاب النار اللي أرادوا به كيد. فأثر فيني بعد أبو نايف، كانت شخصيته قوية لا تأثير علي. حاولوا يرجعونك للفن؟ أحد حاول يرجعك؟ لا، تدري أنا أكثر شيء اللي يعني غرقت فيه قصائد نبطية. والقصائد النبطية أجلس أنا في ناس يخلق، مثل عندي صديق عزيز هنا في منطقة أشبيلية، أبو هايف اسمه فهد، عرفت؟ فالأخ فهد هذا أروح في ديوانه أحيانا، يجلس معي في الدواوين، من أروع القصائد اللي يعني يعدها علي ينبسط. ورجل متدين ملتزم في الصلاة، من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء. طيب متى صرت إمام مسجد؟ بعدين ولا؟ لا، أنا ماني إمام مسجد. ما صرت إمام مسجد؟ ما أميت المسجد؟ لا، كان لما إذا ما في موجود إمام ولا أحد يقدموني للصلاة. الله. يعني من أكبر، لأني حافظ أنا الحين الحمد لله، مثل يعني ما أزكي نفسي. كنت بسألك يعني كم تحفظ من القرآن؟ حافظ سورة البقرة، سورة النحل تقريبا، سورة الإسراء، سورة الكهف،
سورة مريم، سورة طه، كثير كثير حافظ، ما أحصرها يعني حصر.